السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. شايفين طبق الكشري الحلو الجميل ده اللي إحنا شُفناه؟ ده بقى أنا هاقول لكم أنا عملته إزاي، والله اتعمل بسرعة جدًا ما كنتش حاطة في حسباني إن أنا أعمل كشري، بس إحنا بقى إيه، كان عندنا كده إخواتي وولادهم وكده، فمتجمّعين كلنا وإحنا بنحب الكشري، فقُلت أعمل لهم بقى كشري، هُم بيحبوا الكشري من إيديّا. سلقت مكرونة كده، هتقولي لي كل دي مكرونة مسلوقة؟ أقول لكم عشان إحنا عندنا الولاد الصغيرين ساعات بيحبوا ياخدوا مكرونة على صلصة كده ويعملوها. فحطيت بقى إيه، قُلت عايزة أعمل حاجة بسرعة عشان قبل ما ييجوا نبقى كلنا قاعدين مع بعض وكويسين. حطيت زي ما أنتم شايفين كده المكرونة تتسلق، وحطيت الصلصة، وحطيت كمان حمص الشام كنت ناقعاه من امبارح. في حمص الشام حطيت كده إيه، بصلاية مقطّعة 4/4 وطماطم مقطّعة 4/4 وحطيت كمون وحطيت معلقتين صلصة كده وحطيت بقى الحمص يستوي براحته علشان إيه، يبقى طعمه حلو كده وجميل. وأنا باعمل الأكل كده قُلت نعمل كوبايتين شاي نشربهم، وعقبال ما الكشري يتعمل بقى ونقعد إيه، يعني بنحبس بالشاي قبل الكشري. آه، شاي بالنعناع بقى طبعًا المشروب المصري الجميل بتاعنا ده. قُلت أعمله كده وأنا واقفة ونشربه وعقبال ما الكشري يخلص، عشان الكشري ده بصراحة بياخد إيه، غلبة أوي. آآ، فطبعًا كلنا مشروب الشاي ده عند المصريين حاجة إيه، أساسية كل يوم. وهنا غسلت المواعين أهو، وباخلّي دايمًا الحاجة بتاعتي كده نضيفة وأنا واقفة في المطبخ عشان ما نتعطّلش. وأدي بُصّوا الحوض كده أهو فاضي ما فيهوش أي حاجة الحمد لله، عشان كمان غسلته لمّا أصفّي المكرونة. باحب دايمًا الحوض بتاعي يبقى نضيف خالص وأنا باصفّي المكرونة. وفي الوقت ده برضه كنت إيه، ناقعة العدس أهو من امبارح، وغيّرت له المَيّة بتاعته مرّتين 3 كده علشان مَيّته تبقى حلوة. ويعني مش هياخد غلوة على البوتاجاز، وهنلاقي الأكل إن شاء الله اتعمل بسرعة. وبصراحة كان الكشري ده حلو جدًا وقرفته حلوة، وطلع جميل أوي، أوي، أوي. يعني كان نفسي أدوقه لكم، وكان أحلى من بتاع الشارع يعني. ده كده هو أنا صفيت المكرونة، وحطيت العدس مكان نفس الحلة بتاعة المكرونة، بس طبعًا غسلتها. لا تفتكروا إن أنا ما غسلتهاش. هنا لسه الحمص على النار. أهي بُصّوا البصل كده حطيته كده بيبقى طعمه حلو أوي، البصل ده أنا باحبه جدًا. و أهو. وهنا بقى الواحد بيبقى إيه، واقف وإيده في كذا حاجة، يعمل ده من ده من ده لده. طبعًا إحنا كنا عند ماما بقى فإيه، بصراحة ماما عندها حِلَل كبيرة كده، فالواحد بيستخدمها، فبيعمل بيها الحاجة مرّة واحدة كده، وعشان تكفّي كل اللي جايين بقى الولاد والأمهات ومش عارف إيه، فإيه كلنا إيه، نبقى واكلين كده ومبسوطين. والأكل إيه، يبقى كتير، يعني إحنا بنحب الأكل يبقى كتير كده يفيض كده وما يبقاش قليل يخلص علينا وإحنا بناكل. وهنا الصلصة أهي بدأت تغلي أهي. الصلصة أنا باحط التوم ني في ني عشان ما يبقاش تقيل علينا. والصلصة أنا كنت مصلصلاها في التلاجة، يعني الحاجة يعني أمّا بتبقى جاهزة كده بتوفّر علينا إيه، كتير أوي. والله أنا نِفْسي كُلّنا نفرّز ونعمل يعني الحاجات دي بتوفّر علينا كتير أوي. كده العدس بتاعي استوى وصفّيته، وفي نَفْس الحلة برضه هاروح إيه، محمّرة البصل. طبعًا إحنا شايفين كمية بصل قد إيه. عندنا الولاد هنا بيحبّوا ياكلوا البصل كده التقلية دي كتير، وبيحبّوا يقعدوا رايحين جايين ياخدوا كل واحد إيه، شوية كده في إيده، لإنّها بتطلع حلوة أوي، مقرمشة ومسكّرة في نَفْس الوقت، مش عارفة إزاي يعني. أمّا بنقطّع البصل كده بنقطّعه حلقات صغيّرة جوليان وكده، وبنحط له شوية زيت حلوين، وكمان بنرُش عليه ملح. بلاش دقيق بقى، يعني أنا ما باحبش أرُش عليه دقيق لإن الدقيق بيحرق الزيت، أنتم عارفين دلوقتي الزيت غالي بقى مش هينفع نحرقه ونرميه يعني. فبُصّوا كده أهو، ده كده لونه بقى حلو أوي أهو، بس إحنا بنحبه أغمق. اللي عايز يطلّعه كده ماشي، اللي عايز يطلّعه أغمق شوية دي بقى حاجة بترجع لكم. بس أنا عايزة أوريه لكم بس كده، شايفين ده كده بدأ ينشف. أنا معلية عليه بس على طول إيدي فيه بقى، عشان كلّه يتحمّر وياخد نفس اللون. ما هو لو سِبته شوية هتلاقي شوية إيه اتحمّر من ناحية والباقي ما اتحمّرش.
فكده في الحلة أهو على طول بيتحمّر، وبعد كده أهوّة إيه، هاطلّعه على ورقة تشرب الزيت ويتصفّى منها كويس، وأفتفته كده أهوّة بالمعلقة بحيث إن هو أفرّطه يعني عن بعض علشان يبقى طعمه حلو. طبعًا كل ده إيه، فات وقت يعني ما تفتكروش الحاجة اتعملت كده بسرعة. وأنا واقفة قُلت أعمل لهم إيه، شوية حلبة كده بلبن، حلوة كده ومغذية تغذيهم وإيه، ما أنا باصبّرهم بقى أصل هُم جعانين، فشوية شاي، شوية حلبة بلبن كده، شوية ساندوتش جبنة، ها، شوية مكرونة ممثّلة بُصّوا بقى البصل عشان إيه، ما يفضلوش كل شوية هي الأكل خلص، الأكل خلص. بُصّوا بقى البصل طالع بقى جميل، 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 مقرمش وحلو أوي ومملّح وحلو أوي، أوي، أوي. ده كده أهو العدس، كان على الحلة التانية أهي. الحلل الكبيرة دي حلوة أوي يعني بصراحة. ده كده العدس أهو بيتسلق، باحط له شوية كمون، وباحط له بصلاية، شوية بصل كده من التقلية ديّة. وهنا بقى هاغسل الرز، طبعًا بقى الكميات والمقادير والحاجات دي كلها على حسب ما أنتِ عايزة طبعًا، عايزة كمية رز كبير، عايزة قليل، على حسب ما أنتِ عايزة. أنا هنا معلش مش عارفة أصوّر ماسكة الموبايل بإيدي وباغسل الرز بإيدي التانية. ربنا يكرم كده إن شاء الله والقناة تمشي بقى وتفعّلوها لي بقى، ما تنسوش تحطّوا لي اللايك بقى وتشتركوا لي وتفعّلوا لي القناة الله يكرمكم. آآ واللي يشوف الفيديوهات يشيّرها، وتشتركوا لي من كل الموبايلات الموجودة عندكم في البيت. كده العدس أهو اتسلق وصفّيته، أنا باخلّي بقى المَيّة بتاعته، ليه، باحطها على الرز بيبقى مدّي له لون حلو أوي. وهنا بعد ما شِلت البصل في الزيت بتاع البصل هابتدي إن أنا أحمّر بقى الشعرية، أحط شعرية شوية حلوين كده عشان طعمها بيبقى حلو أوي في الكشري. كنت باقول لكم بقى ما تنسوش تحطّوا لايك كده، تفعّلوا القناة، تنشروها. كل اللي يقابلكم كده تروحوا عاملين اشتراكات من كل ال الموبايلات اللي تقابلكم. يعني شجعونا بقى وشجعوا القنوات الصغيرة دي. يعني ممكن تلاقوا قنوات حلوة برضه كده تشجعوها مع القنوات الكبيرة، وربنا يكرم كده ونبقى زي القنوات الكبيرة. ادعوا لي كده لمّا تفتكروني إن شاء الله. فهمتكم كده معايا إن شاء الله كده أهوّة. طبعًا أنا ما كنتش باحب أقول اعملوا اشتراكات بس بصراحة يعني بالاقي الفيديو الواحد بيتعب فيه وبيعمل فيه وبيصوّر وبيعمل وفي الآخر ما بيجيبلوش إيه، مشاهدات، مش عارفة ليه. يعني ادونا فرصة كده إن شاء الله ربنا يكرمنا ونكبر زي بقية القنوات. الشعرية اتحمّرت أهي، حطيت عليها الرز بعد ما صفّيته وحطيت عليها العدس. أهو هابتدي بقى إن أنا أقلّبه كده كل شوية في الزيت، وأحط عليه الملح علشان الرزاية تتغلّف بالزيت، وحطيت المَيّة. وهنا على فكرة كده كان اتشرّب، هاوطّي عليه بقى وخلاص كده العدس الحمد لله والكشري اتعمل معايا أهو. وعايزة أقول لكم طعمه يا نهار أبيض! الولاد بقوا بيقرفوا منه طبقين بال3 بال4. الله أكبر ما شاء الله، الله أكبر. أشوفكم بقى في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.